هذه حكاية امرأة جزائرية، ماشي امرأة عادية. هذه امرأة صنعت المجد بيدها وشاركت في الثورة بصبرها وعزيمتها. اسمها حاسبة بن يلس، ولدت في تبسة سنة 28 فبراير 1940. بنت عائلة بسيطة لكن قلبها كبير. من صغرها كانت تشوف الظلم وتشوف الناس تتعذب، وكانت تحس في داخلها باللي لازم تدير حاجة. في 1957 قررت تمشي في طريق ما يرجعوش فيه بزاف. طلعت الجبل، لبست قشابية وخرجت في الليل بلا خوف باش تلتحق بالمجاهدين في الجبل. كانت تعالج الجرحى، كانت تأويهم وتحارب معاهم، تحمل السلاح وقت الخطر، وتخدم كيما رجال بالأكثر من الرجال. كانت تخيط الجروح وتخبي السلاح وتوصل الأخبار من قرية لقرية، وتحضر الاجتماعات من الناس في القرى وتوعيهم، وتهدر على الثورة وتزيد في العزيمة تاعهم. وفي الحدود بين الجزائر وتونس كانت ضمن وحدة الكوموندوز، تواجه وتخدم وتعاون. ما كانتش تسقسي شحال صعيبة كانت المهمة، كانت غير تقول من أجل الجزائر نمشي وين لازم نمشي. ومن بعد أمرها جيش التحرير تمشي لتونس. خدمت في القواعد العسكرية الجزائرية التم فيها مع المجاهدين، داوي وتعاون وتخدم في صمت. وفي عام 1962 شاركت حاسبة في تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير باش الشعب الجزائري يقول كلمته الأخيرة، نعم للاستقلال. ومن بعد الاستقلال ما حبتش ترتاح، دخلت في صفوف الدرك الوطني، وكانت من الأوائل اللي ساهموا في تأسيس الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي. خدمت بلادها بشرف، وكي جاء وقت التقاعد خرجت من الجيش الوطني الشعبي عام 1987، لكن اسمها بقى محفور في الذاكرة، منقوش في الذاكرة كالنقش على الحجر. حاسبة ما كانت تحوز على الشهرة ولا على التصفيقات، كانت تخدم في صمت وتخلي الأثر. صورتها اليوم ماشي مجرد ملامح على لوحة فنية، صورتها حكاية وطن وصبر امرأة طلعت الجبل بشجاعة وخالطت الجرح بيديها وخدمت الجزائر بلا مقابل. مجاهدة من تراب هذا الوطن، رمز الصبر والشجاعة. ذكرى تاعها ما تموتش، تبقى في قلوبنا وفي كل حجر من جبال الجزائر.